وسعوا من وش العقلاء، اربط فرمل يا سواق، خش هنا احنا فينا نكون، اربط يلا بالمليون، احسن قوي نابليون. يا رب يا رب يا رب ارزوها بالحلال، ارزوها بالحلال يا رب. عايز رد من حضرتك على ما حدث أثناء المباراة، إن الكور ما كانتش موجودة في الملعب. خطأ إداري، مجلس الإدارة متضايق جدا، لو دي متعمدة هيبقى ليها رد يعني. متآمر وهبل. حزين جدا 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 للي عملوا إدارية نادي الزمالك النهارده، إن هم يخبوا الكور. دي حاجة وحشة قوي. الله وكيل احنا عايشين مع بهايم. عيب عيب. ده مظهرنا ماتش زي ده بيتنقل في الوطن العربي على الأقل كله، والدنيا كلها بتشوفه. بيتهيألي سمعتك ممكن تنجرح. تنجرح؟ سمعتي تنجرح؟ ده انا ليا فيديوهات على النت يا ابني، اكتب كده. زمان كانوا يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه ونقعد مع الحكم، انا كنت بقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب، ويروحوا الولاد يخبوهم في قلب الكيس اللي بيلموا فيه الكوره. واحد مصاحب علي علوكه واشرف كوخه، عايزين نطلع الطيار. ما يصحش، احنا كبار قوي يا جماعه. هذه افعال الصغار، هذه افعال الصغار. تربيه واطيه قوي، واطيه يعني. كان أنا بتكلم كنادي الزمالك، ليس دي روح رياضية ولا أخلاقياتنا كنادي الزمالك. لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر، يمه المطهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو. في حلقتنا النهاردة هنشوف وهنسمع إزاي نادي الزمالك هو الأغرب في العالم. يلا بينا. يعني مش هيجي في دماغك ان فرقه بحجم نادي الزمالك ومكانه نادي الزمالك وبيلعب في الدوري المصري يعني تخبي الكور يعني او تشيلها يعني. المهم بما انك انت عندك داء السرقه، فالعبد لله عنده داء التعذيب. ياما الأهلي سرق آخر دقيقة الهدف، ماتشات من نادي الزمالك يعني. سرق الهدف لكن ما سرقش الكوره نفسها. لو انت مستغرب ان الزملكاويه لموا الكور وخبوها، فالحادثه دي مش اغرب حاجه عملها الزملكاويه. لا لسه، الاستغراب مش دلوقتي. انا ما استغربش امتى؟ طيب حضرتك استغرب امتى؟ انا مش فاهم. تفكيرهم خدهم ان هم يخبوا الكور لانهم متعودين ان هم دايما محتاجين لصديق علشان يحققوا الفوز او يحققوا بطولات. هو ده ما بيعملش حاجه لوحده ابدا. لا، والصديق ده ممكن يبقى الحكام، يبقى وزير، يبقى اتحاد الكوره، يبقى اي حد، حتى لو طفل صغير من اشبال نادي الزمالك يلم له الكور. الزمالك مش محتاج مجلس اداره بالحقيقه، لانه مغطى بالكامل من المؤسسات الرياضيه. صح انا كده، انا مش كده يا فاطمه. مجلس الاداره يدير الاعمال، لكن الذي يحل الازمات ويسدد الاموال ويخفي الخطابات ويجمع باللاعبين ويبعت للاتحادات الدوليه ويجدد للاعبين عنه ويتفاوض الوزير مع لاعب في مكتبه. يا ستو شايف الطعامه، شايف اللطافه، كوتي 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 كنت موت يا حلوه يا بطه، نبي حرسك يا اختي يا قطه، يا صغنن باص الام. ولأن نادي الزمالك هو الأغرب في العالم، هو النادي الوحيد اللي وزير الرياضة في بلده تفاوض بنفسه مع أحد لاعبيه علشان يجدد عقده ويرضى يقعد وما يمشيش من الزمالك. قد يكون مفاجئ للجميع، فرجاني ساسي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة استقبلوا وطمنوا بحالة نادي الزمالك، بأوضاع نادي الزمالك، وطالبوا بالاستمرار داخل نادي الزمالك، وقال له ان استمرارك داخل نادي الزمالك مطلب جماهيري. اقفل دي بلد وحياة المصحف الثاني في البلد دي ماشية ببركة ربنا، مش حد تاني خالص. يا ريت كل اهلاوي بيتفرج على الحلقه دي ما ينسانيش في اللايك والشير علشان حلقتنا دي توصل للعالم كله، وبالذات العالم العربي، علشان يعرفوا ويشوفوا النادي الاغرب في العالم. فما تكسلش واعمل لايك. في حديث جانبي كده عن مسقط راس اللاعبين، الجميع اجاب على سؤال رئيس النادي بمسقط راسه الا التونسي فرجاني ساسي. قال ايه؟ رد بشكل فيه يعني تهريج ودعابه، قال انه من 100 عقبه. بصراحه عنده حق. ومالك يا بنت بترقصي حواجبك كده وبتلعبيها، يكونش عينك منه. لان كل جماهير نادي الزمالك عندها شعور داخلي بيقول كده، ان فرجاني ساسي اصبح ماركه مسجله 100 عقبه. اصبح عنده كل العوامل واصبح عنده كل الروح وطريقه اللعب وحب جماهير نادي الزمالك اللي تخليه اخذ خلاص ده بطاقه 100 عقبه. لا واثقه من نفسها، مش واخد بالها كده. ثقه في حاجه كمان بقى، ان فرجاني وبن شرقي مش هيمشوا من الزمالك. لاعب محترف، بس في حاجه اسمها قلب.
في حاجه اسمها روح، احنا مش روبوت، احنا مش بني ادمين بس بناخد فلوس ونشتغل. في حاجه اسمها انتماء. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعوض عليك. الله يعوض عليه. الله يعوض عليا. ما الله يعوض على هو بلبل ده، بلبل مش نصاب، بلبل ده صاحبي. انا بسالك سؤال، احنا بناخد ايه من نادي الزمالك؟ خوازيق كتير، خوازيق كتير، خوازيق كتير، خوازيق كتير، خوازيق يلا يلا يلا، خوازيق خوازيق يلا يلا. ولان هو النادي الاغرب في العالم باع فانيلات وجمع تبرعات علشان يقدر يجدد لفرجاني ساسي. انا عايزه ادعم فرجاني ساسي. ساسي عمالين على عايز مبلغ كبير وعايزين يبيعوا تيشيرتات. قلت لهم انا عايز ابيع لكم تيشيرتات. راح يا اخواتي راح، ما نجيبكوش حاجه وحشه يا بنات، ولا يحرق قلبكم ولا يسلك يدكم ولا ينفخ في خدكم. لا ترى انت فين يا جعفر؟ جعفر مين يا حاج قطاطه؟ فرجاني يتمسك بالنادي عشان احنا بنحبه. النبي ارجوك ما تسيبش النادي عشان خاطر ربنا، ما تسيبش النادي، احنا بنحبك كلنا. تبعلم ما رجع والضربه تحت بطاطك. انا بس عايز ارسم الميت بيتلبس له اسود والحي بيتلبس له ابيض، انما التايه يتلبس له ايه؟ اديداس اديداس. ولان هو اغرب نادي في العالم، هو النادي الوحيد اللي وفر سندوتشات وقطر لجماهيره علشان يضمن حضورهم المباريات ويشجعوه. توافد يا استاذ ايهاب الجماهير بكثافه لمحطه مصر علشان يركبوا القطر في مشهد. عايزين ناكل مام مام مام، عايزين ناكل هم هم هم. عيب يا جماعه ما تفضحوناش، فاتت ساعه ولا كلاش، ولا عشان ما هو اكل بلاش جاي اوان. يمكن لاول مره حصل في تاريخ كل انديه العالم ان احنا عارفين الناس بتأجر اتوبيسات، لكن اول مره يبقى في قطر مخصص للجماهير. انت عارف انا هعمل ايه بفلوسي؟ هشتري السكه الحديد. وصلنا الكانتين، والكانتين والوجبات اللي عملها المستشار مرتضى منصور انا وزميلتي علا. يعني زميلتي علا حاجه جميله جدا من المستشار مرتضى. ربنا يخلي باور فاميلي وينجح له المقاصد ويخلي له امه يا رب. والله يا مراد انا شايفه ان كمان في وجبات جميله لكل المشجعين وكل جمهور نادي الزمالك والجمعيه العموميه. بص يا حبيبي، شندوتشاتك في ايدك، قلمك ومسطرتك في كيسك، مذاكرتك في دماغك، مطوتك في جيبك. اللي يقول لك غششني قطعه، اوعاك تغشش حد. حاضر يا مامي. غشني. إن كانت حركة إخفاء الكور هي حركة شمال، فما ننساش كلنا إن نادي الأغرب في العالم هو ملك التفويض، وده قمة الشمال. أنا كنت بلعب في المصري. أيوه. يوم ماتش الزمالك أنا طلبت من الإدارة إن أنا ما ألعبش. في الشوط الأولاني بعد ما نزلت المباراة في كرة عملتها فكانت دي جون في الزمالك، فعملت عارف يعني رجعت لورا. كاس مصر غزل المحلة مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق ومش يعني قلبي يعني توفيق ولا قلبي ما طوعنيش. جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي ما طوعنيش فرص وانت ما حبيتش تهدف. الاصل يدور الاصل يدور. اوعى تفتكرني هتكلم على تفويت الزمالك والاسماعيلي، ده يعتبر حاجه صغيره جدا في تاريخ النادي الاغرب. مثلا عليك وحد يجي يكلمك يقول لك يعني هتفوت لنا الماتش وهنديك. ما هو كانت بتحصل يعني، كان يقول لنا مثلا اكسبوا المباراه دي عشان احنا يعني لصالحهم هم، مش مثلا ايه فوتوا لنا المباراه عشان أيوة. لا اكسبوا المباراه دي واحنا هنديكم مبلغ. قول لي واقعه يعني، واقعه انت ما تنساهاش وانتوا رفضتوا. انا كان نادي الزمالك بييجوا يعرضوا علينا فلوس، انا كان نادي الزمالك بييجوا يعرضوا علينا فلوس. صلاة النبي احسن. احنا خسرنا الماتش ده عشان مجلس الاداره هو اللي خسرنا. يعني مجلس الاداره كان عندنا ماتش الاهلي وبعد الاهلي في القناه. احنا لو كسبنا ماتش المصري ده واتغلبنا من الاهلي هناخد الدوري برضه. لان كنا فرق. خلاص انت فرقت. والمجلس خسركم ليه بقى؟ جم قالوا خلاص هم عملوا اتفاق مع المصري ان هم يلعبوا المباراه دي خلاص محبه، ما حدش يتعور، ما حدش يدخل جامد. يعني حلوين مع بعض. يعني بس ففوجئنا طبعا بشوطه من سيد الياسمين يعني. ده السبب يعني. انا بقول لك احنا بقول لك الكلام ده بيحصل. هو بيتكلم الراجل شاهد على العصر. كابتن مصطفى عارف الكلام دوت، بس هو عارف يعني حتى الجماهير كانت بتقول كده. احنا ما فوقناش الا لما شاطت الكوره بتاعت كابتن مصطفى جت جون. فوقنا جالنا بنالتي، فده بره الاتفاق. بره الاتفاق. الزمالك واشانت كوتوف في غانا. الماتش ده اتغلبنا فيه 5-1.
كان في بعض اللاعبين او كان عندنا مدير فني خانوا التوفيق ان هو اعلن اسماء ان هي تبطل كوره بعد ما يرجع مصر من المباراه دي. فكان قبل كده بطل لعيبه، كان مستر باركر الانجليزي كان بطل حوالي 7 لعيبه، وقال لي 5 لعيبه ان احنا بعد ما نوصل مصر ال5 دولت هيمشوا ويبتدي يجدد الفرقه وهيلعبوا الماتش ده. ال5 بيلعبوا الماتش ده. ايوه اللعيبه الكبار دولت اتفقوا مع بعض بطريقه ما ان هم يعملوا ايه؟ ان ما يكسبوش الماتش عشان الراجل ده يمشي وكده والكلام ده. تعالوا احكي لكم حكايه اشهر ماتش فوته نادي الزمالك. نادي الزمالك سنه 2004 كان بيلعب في بطوله دوري ابطال العرب، كان معاه في المجموعه الصفاقسي والترجي، وبعد ما الزمالك تصدر المجموعه كان معاه ماتش مع الصفاقسي في القاهره. فوت الماتش للصفاقسي واتغلب منه 2-0 علشان يضمن عدم صعود نادي الترجي. تعالوا نشوف جريدة اليوم السعودية قالت ايه عن نادي الزمالك بتاريخ 1/7 سنة 2004 والتفويت لصالح الصفاقسي في ماتش الترجي. المقالة موجودة زي ما انتم شايفين قدامكم، بس انا اللي يهمني الجزء فيه اللي بيقول وتعمدوا الهزيمة منه 2-0 اللي هو المقصود به الصفاقسي بالقاهرة لإقصاء الترجي التونسي. كان يظن الجميع أنه سيكون أحد المرشحين للبطولة، وانصبت أحاديث أعضاء نادي الزمالك حول ما أسموه بالجرم الذي ارتكبه فريق بحق الكرة المصرية. يعني جماهير نادي الزمالك عارفة إن اللي حصل ده جريمة في حق الكرة المصرية بتفويت هذه المباراة. تفويت هذه المباراة مش احنا اللي بنقول، ده نادي الزمالك وجمهوره واعضائه، حيث استطاع الصفاقسي اقصاء الزمالك في الدور نصف النهائي ثم الفوز على الاسماعيلي في النهائي. الزمالك لما صعد قابل الصفاقسي في نص النهائي، وللاسف الزمالك اتغلب من الصفاقسي وخرج من البطوله وما كانش مصدق نفسه. انا على بختي وبختك يا أما، عشمني بيه وغدر بيا. لان ما كانش صح تعمل كده. يالا ده انا كنت يالا لما بشوفك محتاج بقى معينه، ده انا كنت مديك قلبي يالا، ده انا كنت مديك قلبي يالا. والموضوع ده اتفتح وافتكروا الزملكاويه لما كانوا محتاجين الترجي يكسب المولوديه علشان الزمالك يصعد. فرصه واحده تصعد بالزمالك وهي فوز الترجي، وفي فرصتين يصعدوا بالمولوديه كمركز اول او ثاني. الفوز على الترجي يصعد بالمولوديه كمركز اول، والتعادل مع الترجي يصعد بالمولوديه كمركز ثاني. هنا السؤال، هل الترجي هيلعب ماتش كده بالراحه وما يهاجمش؟ بس اوعى يا مولوديه انت كمان ما تهاجمنيش، فانا مش ههاجمك وانت ما تهاجمنيش ونطلع الماتش تعادل، انا بقى مركز اول وهرضيك وتصعد؟ هل ده ممكن؟ جايز في الكوره، حصلت قبل كده في الكوره كتير جدا. ولان طارق السيد لاعب الزمالك السابق كان حاضر في الماتش ده واتضرب في الماتش ده، تعالوا نشوف ازاي هو بيأكد ان الترجي عمره ما هيكسب مولودية الجزائر لصالح نادي الزمالك علشان اللي حصل لهم مع الصفاقسي. ده بنسبة 90% الزمالك خارج دوري ابطال افريقيا. مش مختلف معاك واتفق معاك بشكل كبير، الموضوع مش سهل، مش في اقدامك كمان. مش الموضوع الله مش ينور في عليك. اقدامك، عارف بس لو في ايدك انت ماشي معاك، قصة تانية. انما المشكلة ان الزمالك هيطلع يلعب المولودية ومطالب ان هو يكسب المولوديه في المولوديه، ومطالب الترجي يكسب له المولوديه. طب انت ضامن دي؟ فالموضوع ده بقى يعني انت عارف في كلام كتير جدا، وانت عارف الجماعه الترجي من ايام الصفاقسي في مشكله وفي كلام. لا يعني مش عايز اتكلم بس يعني احلى من الشرف مفيش. لان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيكرم نادي ويخليه ياخد بطوله طالما هو لم يتعامل بنظام الفير بلاي، اللي هو اتفق مع نادي عشان يطلع نادي، عشان ما يحصلكش اللي حصل لعبد العظيم. عبد العظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك، خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك. وبعد البطولة نقدر نقول ان الزمالك فوت، ان الزمالك اتغلب، ان الزمالك خرج، ان الزمالك اتضرب علقة كبيرة. بقاله 2 سنين في الجبس، والدكاترة بيقولوا لسه له 4 سنين كمان على جسمه ما يتصلح. أنا عبد العظيم، أنا عبد العظيم الفتك. ولأنهم النادي الأقرب في العالم، ولأن كل حياتهم شمال، لما حبوا يفكروا علشان يشجعوا نادي الترجي ولاعيبته، تعالوا نشوف على قناة نادي الزمالك فكروا ازاي. ان ليه ان انا مثلا، على فكرة هي مش ضد قواعد اللعب النظيف اطلاقا، يعني انا بقول اديت حضرتك مثل ان فاروق بن مصطفى لو طلع كلين شيت مع الترجي هياخد 50,000 دولار مكافأة. اللي يسجل هدف الفوز للترجي على مولودية الجزائر هياخد 50,000 دولار مكافأة. ايه المشكلة؟ ان انا ابتدي اخلق حافز عند لاعبي الترجي. بس احنا كده بنبيع بالخسارة يا حاج. ما هي دي الحسنة المخفية يا ريس بندائي، ربنا يوسعها عليك كمان وكمان.
عنده حق يقول كده، ما كل حاجة بتخلص بالفلوس، ما كل حاجة بتخلص بالشوبينج والبوكيت مان. ضربة جزاء ولا طرد. زمان كانوا يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب؟ بس اسال بتوع بورسعيد، عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج، ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهره، ماشي، مش عارف عايز ايه، حاضر ماشي. فانا بقعد اتكلم مع الحكم، يقول لي انتوا لو عايزين ضربه جزاء نديكم ضربه جزاء، مش عارف ايه، بس ما يبقى يعدي ربع ساعه الاولانيه، ما بقاش من بدري كده يعني. كل حاجة هناك شمال. لو الفيفا عرفت اللي بيحصل في نادي الزمالك كانت قلبته مسرح. خدت كام ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء، كل ضربات الجزاء من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده، ما فيهمش ولا واحده جميله يا كابتن فاروق. ولا واحده سليمه، ولا واحده ضربه جزاء. طالما كل حاجة ممكن تخلص بالفلوس والهدايا والشوبينج والبوكيت ماني، طب ما يسرحوا لعيبة نادي الزمالك ويلعبوا بالناشئين ويوفروا الفلوس دي كلها ويدوها لعيبة الفرق التانية علشان تكسب لهم الأهلي ويفرحوا أكتر. يا ابن اللعيبة يا فاجر، أنا معاك يا نجم في المصلحة دي. كل اللي بيعملوه خارج قوانين الكورة. النادي ده لو مش في مصر كان زمانه درجة رابعة. وعلشان ما نطولش عليكم أكتر من كده، هنكمل سلسلة النادي الأقرب في العالم الحلقة الجاية. وشكرا ليكم أعزائي مشاهدي قناة المايسترو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات المايسترو. وما تنسوناش بدعم القناة بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.